ازيكم عاملين ايه؟ انا هبه ودي قناتي. يلا مع بعض نعمل النهارده احلى فراخ مشويه في الفرن، تتبيلتها تحفه. معاها بقى شويه رز بسمتي عسل، ومعاها بطاطس معموله بطريقه سريعه كده بس لذيذه جدا. التتبيله الاول اللي هنعمل بيها الفراخ: فلفلايه حمراء حطيها في الفرن تتشوي، بعد كده قشريها وحطيها في محضره الطعام. هتحطي عليها طماطمايه مبشوره وميه بصلايه واحده، يعني ابشري البصل وخدي ميته بس. معلقة كبيرة صويا صوص، معلقة كبيرة عسل، 3 معالق كبار زيت زيتون أو زيت عادي. التوابل بقى: نص معلقة صغيرة فلفل أسود، وبابريكا، وزعتر، وكزبرة ناشفة، وبصل بودر، وأربع فصاص توم متقشرين. اضربي كل ده في محضرة الطعام كويس قوي. وبعد كده أنا كنت نسيت الملح، معلقة صغيرة ملح. بعد كده بقى هناخد التتبيلة دي هنتبل بيها الفراخ، وهنركن منها شوية للرز. أخدت بقى التتبيلة أهي وتبلت الفراخ من فوق ومن تحت كويس قوي، وسيبيها على الأقل ساعتين، حطيها في التلاجة ساعتين مش أقل من كده. بعد كده هنحطها في صينية. ده اللي ركناه للرز، التتبيلة بتاعة الرز هنحطها بقى في صينية وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 على الرف الوسطاني. اللوز اللي هستخدمه حطيت عليه مية سخنة علشان يتقشر بسهولة، وقطعته نصين وحمرته كده في نقطة سمنة ياخد لون ذهبي فاتح ونزليه. البطاطس اللي هستخدمها البطاطس الصغننة دي، ودي بتبقى في السوق كتيرة. اغسليها كويس قوي واسلقيها بقشرها، ولما تستوي هنقشرها. وبعد كده هنكمل بقى السوا بتاعها. الفراخ طلعت اهي بعد ساعة اخدتها، ومكانها هحط الرز البسمتي، كوبايتين رز بسمتي حطيت عليها باقي التتبيلة اهو. وهضيف لها بس نص معلقة صغيرة كركم ونص معلقة صغيرة ملح، مش هنضيف غير كده. هنحط لها بقى المية بتاعتها 3 كوبايات الا ربع مية مغلية. وهنبدأ بقى نغطي الصينية بورق زبدة الأول، وبعدين ورق فويل. وبعد كده هحطي بقى ورقة زبدة تانية. بعد ما تخرمي الورق بالشكل ده كده، حطي ورقة زبدة تانية علشان هنحط عليها الفراخ. أنا عارفة إن الفراخ استوت، بس الطريقة دي بقى بتديها طعم جميل قوي وبتزود سواها كده. غطيت بقى الفراخ تاني بورق زبدة وورق الفويل، ودخلته الفرن على درجة حرارة 180 ساعة كمان. هتتحط على الرف الوسطاني. بعد بقى الساعة طلعيها، هتلاقيها استوت سوا رائع. البطاطس اهي استوت. طلعيها وقشريها، وحطي بقى معلقة زيت على النار في 3 فصاص توم مفرومين. قلبيهم تقلبتين وحطي عليهم البطاطس، وتبليها بقى بالملح والفلفل الأسود والزعتر وشوية بقدونس مجفف أو بقدونس أخضر. البطاطس بالطريقة دي تحفة، لذيذة جدا. الصينية طلعت بقى من الفرن. طبعا الفراخ السوا بتاعها زاد وبقى جميل جدا، والرز استوى سوا حلو قوي، وفي نفس الوقت مفلفل كده. سوا الرز يا جماعة في الفرن حاجة تانية، الرز والمحشيات لما بتسويهم في الفرن حاجة تانية خالص، طعم تاني خالص. الرز بقى اهو مستوي كويس جدا وفي نفس الوقت مفلفل كده بالشكل ده. هنقدمه بقى. انا قدمت بطريقتين، انتي اختاري الطريقة اللي تعجبك. حطيت طبق كبير كده من الرز الاول، وعليه الفراخ من فوق ورشة بقدونس. دي طريقة بسيطة وسهلة. الطريقة بتاعة التقديم التانية ان انا جبت بولة كده وحطيت فيها شوية لوز من اللي حمصته بقى، وبعدين كان عندي عصاج لحمة بالفلفل الالوان، حطيت منه شوية كده، او لو عندك كبد وقوانص، او لو ما فيش خلاص كفاية اللوز. حطيت كده وبعدين حطيت الرز بالطريقة دي، وقلبت الطبق بقى شكله جميل قوي للتقديم. ادي الطريقة. حطيت بقى معاها شوية بطاطس كده من اللي عملناها دي، والفراخ جنبها. بقى سيرفيس جميل قوي كده، شكله جميل وشيك، وشوية بقدونس للتزيين كده. انا بحب البقدونس قوي في تزيين الاكل يا جماعة، بيدي لون جميل. حطيت بطاطساية مدورة كده فوق بالشكل ده. الأكل بقى طعمه لذيذ جدًا والسِوَى حلو أوي. شايفة الدبوس بقى دايب إزاي معانا، وشايفة اللون بتاع الفراخ، وطعمها رائع، لازم تجربوها. ولو عجبتكم طريقتي النهارده اعملوا لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وبألف هنا وباي باي.